انت عارف في قصه راهب اللي دماغه عملت معجزات؟ ايه ازيكم؟ اتولد من ابوين مسيحيين، ومن صغره قلبه كان مليان شوق لحياه الرهبنه. راح للانبا انطونيوس وقعد تحت ارشاده فتره، وبعدها راح للقديس مكاريوس واتعلم منه. لكن قلبه كان بيجريه اكتر للبريه، فاختار يعيش من غير بيت ولا سقف وماسك في ايده الانجيل. كان بيلف على القليل الرهبان وهو بيبكي، ولما كان بيسالوه ليه بتعيط يا ابونا كان بيرد ويقول: انا خسرت غنايا، هربت من الموت ووقعت من شرف كبير لذل كبير. يقصد بيها سقوط آدم والخسارة اللي جت للبشرية كلها من العصيان الأول. واللي ما يفهمش كلامه كان بيقول بحنية: ربنا يرد لك اللي اتسلب منك. من كتر قداسة حياته ربنا أجرى على إيده معجزات عظيمة. مرة كان ماشي مع تلاميذه يوحنا ودولاس على شط البحر، وعطشوا جدا، فمسك شوية من مية البحر وصلى عليهم وتحولوا لمية حلوة عذبة وشربوا كلهم. وفي مرة جابوا مجنون عند الشيوخ البرية بيصلوا له، والشيوخ كانوا عارفين ان القديس بيساريون كان بيهرب من المديح، فخبوه في الكنيسة في المكان اللي بيقف فيه دايما. أول ما دخل ولقوا نايم صحي. الراجل قام عاقل وسليم في الحال، وعاش القديس بيساريون عمره كله في البرية بالتقشف والجهاد، واتريح بسلام بعد ما ساب لنا سيرة طاهرة مليانة قداسة ومعجزات. والكنيسة بتحتفل النهاردة يوم 25 مصر بتذكار نياحته القديس بيساريون.